الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حبايبي طلبة وطالبات سينيور 1، برحب بيكم في قناتنا ليون اوف فيزيكس مع حلقة جديدة ومع الفري فول اكسلريشن. يلا بينا نبدأ الاكزامبلز على طول. أول اكزامبل عندنا بيقول The following figure represent motion of two objects. عندي two objects. The first object falls freely اللي هو ده الانيشيال عنده بزيرو from rest ماشي towards earth على مسافة دي، و second is projected downward by initial velocity v. الاتنين اخدوا 1 second to reach ground. يبقى value بتاعت الانيشيال velocity بتاعت السكند عايز ال v، يعني ال v دي بكام علما بان الجرافيتي ب 10. تعال نشتغل على الاوبجكت دوت اللي هو الانيشيال بتاعته بزيرو واخد تايم 1 second ومشى. هنحسب احنا اللي مشاه، والجرافيتي طبعا الاتنين في بينزلوا لتحت، فالجرافيتي بوزيتيف وبوزيتيف 10 متر per second square. يبقى هنحسب الدي على طول. الدي في اي تي هتطير لان الانيشال بزيرو، فيبقى هاف جي تي سكوير. يبقى الدي هي هاف تايمز 10 تايمز 1 سكوير، فتطلع 5 مترز. يبقى الاوبجكت ده هيمشي 5 مترز. جميل. يبقى دي بالنسبة لي 10 مترز. طيب يبقى انا عندي بقى الاوبجكت التاني initial عايزين نحسبها، واخد تايم برضو نفس التايم 1 second، والجرافيتي هي ب 10 ومشى دي ب 10 متر. يبقى هنقوله هنجيبها ازاي؟ هنجيبها برضو من السكند ايكويشن T equal VIT plus half GT square. الدي ب 10، ال VI عايزينها times التايم ب 1 فتبقى VI plus half times 10 times 1 square فتطلع ب 5. هتروح هناك هتبقى بنيجاتيف 5. يبقى الانيشال velocity equal 10 minus 5 فتساوي 5 meter per second. خلاص كده. يبقى الدي عندنا هتطلع 5 meters، وان الانيشال عندنا هتبقى ب 5 meter per second. الاكزامبل اللي بعده object projected vertically downward from high altitude of high d by velocity 60 meter per second. Another object عند نفس ال instant projected vertically upward. يبقى أنا عندي object على مسافة d هيتحدف تحت بإنيشيال 60. واحد عند الجراوند هيتحدف لفوق، طبعا مسافة هي مسافة كلها دي، هيتحدف فوق بنفس الانيشيال 60 متر per second. يا ترى لو نقطة البي دي الميد بوينت، هل هيتقابلوا عند A ولا هيتقابلوا عند C ولا عند B؟
نقطة الالتقاء فين؟ هل في الميد بوينت في منتصف المسافة بالظبط، ولا قبل فوق اعلى من منتصف المسافة، ولا اقل؟ تعال نفكر فيها mentally، وتعال نحلها بالقوانين، ولكن بالقوانين هتاخد معانا وقت كتير شوية. بفرض ان الجرافيتي هي وهنا مش هتفرق الجرافيتي 9.8 ولا 200، فتعالى بس نخلي ان الجرافيتي تقريبا ب 10 متر بير سكند سكوير. والله انا عندي في ناس هيقولك بادئين بنفس السرعات، فيتقابلوا في نص المسافة. حبيبي هو مش ماشي بالسرعة ديت يونيفورم، دي سرعات متغيرة بتتغير. السرعة دي بتزيد مع مرور الوقت، والسرعة دي بتقل مع مرور الوقت. يبقى ده بيسرع وده بيبطأ، يبقى ده هيمشي اكتر من ده في نفس الازمنة. يبقى كده هيتقابلوا، يبقى ده هيمشي نص المسافة وده لسه ما وصلهاش، يبقى هيتقابلوا تحت، يبقى يتقابلوا في منطقة نقطة A. يبقوا يتقابلوا في الميد هايت more than mid height، يعني هنا C، ولا lower than mid height عند ال A، لأن الهايت بيتقاس من تحت يا جماعة. خلاص، ده الميد هايت، يبقى ده more than mid height، وده less than mid height، يبقى هيتقابلوا في lower than mid height. طب تعالى كده بقى بالستبس نشوفوا الكلام دوت وضعه ايه. لو جيت انا بقولك انا عندي object نازل لتحت ب initial velocity equal 60 meter per second، وواحد بيطلع لفوق بنفس ال initial velocity اللي هي 60 meter per second، المسافة ما بينهم دي. تمام، هنفترض ان ده هيمشي مسافة x، يبقى ده هيمشي مسافة d minus x whatever بقى المسافات. فتعالى بس كده عشان نسهل الحسابات بتاعتنا ان الجرافيتي ب 10، فتعالى نمسك الاوبجكت دوت اللي هو دوت A ودوت B، وتعالى نشوف الدنيا ايه. الدي اللي هيمشيها ال A equal VIT، كلهم هيبقى VIT plus half GT power 2. VI 60 times T plus half times 10 times T square. حلو كده، يبقى DA هتساوي هذا المقدار، يبقى هتساوي 60T plus 5T power 2. تمام، جميل. خلي بالك هنا الجرافيتي عوضنا عليها بوزيتيف 10 عشان الجرافيتي لتحت والاوبجكت ده لتحت. طب دي بي هتبقى بالعكس، هتبقى 60T minus 5T square. خلاص ماشي، ليه؟ عشان الجرافيتي هتبقى بالنيجاتيف، ديت بتساوي x وديت بتساوي d minus x. تمام كده، حلو. يبقى انا عندي لو جيت هنا وعملنا addition للتو equations اللي هي دي A ودي B، اللي هي دي لما اجمع دول يطلعوا لي دي، ولما اجمع دول يطلعوا لي 120 تي، لان دول هيطيروا. خلاص 60 تي و 60 تي يطلعوا لي 120 تي. حلو جدا، تمام كده، حلو. من الايكويشن ديت اقدر اجيب انا التي عبارة عن ايه بقى؟ التايم من هنا هيساوي دي على 120، دي على 120، صح كده؟ اهو، حلو جدا. طيب حلو جدا، يلا بقى كده نعوض عن التي في الايكويشن ديت.
الاكس بتساوي ايه؟ اكس بتساوي 60 تي، يبقى تايمز دي على 120 minus 5 تي سكوير، يبقى دي سكوير على 120 سكوير. حلو جميل. مين ده كده؟ ده كده فيها 2 يعني هاف دي، اذا الاكس equal هاف دي، ايوه، minus 5 مضروبة في دي على 120 سكوير. هاف دي minus، انا مش عايز اكتر من كده، اذا الاكس less than half الدي، يبقى الاكس اقل من هاف الدي، يبقى اكيد دوت ماشى مسافة اكبر من الدي، اكبر من الهاف، يبقى ده ماشى مسافة اكبر من هاف الدي وهو المطلوب، يبقى هيتقابلوا تحت الميد بوينت. ودوت كده مثال كحل لا صعب جدا، انما كمنتال اقدر اجيبه بكل سهولة. نكمل بقية الاكزامبلز بتاعتنا. A man drop a ball from high building after 1 second. المثال ده برضه أمثلة هيفي كلها. واحد drop a ball falls freely، يعني الانيشال بزيرو، وبعدين من نفس المكان حدف واحدة تانية بانيشال بزيرو falls freely، انيشال بزيرو انيشال بزيرو، بس فارق زمني ما بينهم 1 second. فرق الزمني ما بينهم 1 second، يعني دوت نزل مسافة خلال 1 second، وبعد 1 second بدأ يرمي الأوبجكت دوت. خلاص. After 1 second he dropped another similar ball بنفس الطريقة. تعالى كده نشوفه ايه القصة. والله لو دوت اخد تايم تي، نشوفه احنا هنعمل اناليسيز للموضوع عشان يوصل للجراوند. خلاص، ده هياخد نفس التايم تي، ده تي وده تي. حلو كده، مع فرق الزمن، يعني مع فرق الثانية. يعني لو دوت نزل على طول في 4 ثواني، يبقى دوت بعد الثانية هياخد 4 ثواني، فيبقى هيفضل برضو الفرق ما بينهم ثانية. حلو تمام. السرعات عند نفس الأماكن نفس القيم، الفيهات بنفس القيم، فيخبطوا بنفس الفاينل. الفاينل للأولاني بتساوي نفس الفاينل للتاني. ليه؟ لأن الاتنين بادئين من نفس الهايت بنفس السرعات، فأكيد هيوصلوا عند نفس الأماكن بنفس السرعات وهياخدوا نفس الأزمنة. حلو. ولكن بقى تعالى في نفس الوقت، هل هيمشوا نفس المسافات ولا لأ؟ هنا الفرق بقى، هنا المشكلة. عشان فارق الزمن ما بينهم 1 ثانية، فأكيد في نفس الزمن السرعات بتاعتهم مش واحدة. يعني إيه؟ يعني دوت بعد ثانية مثلا هتبقى سرعته يا 9.8 أو ب 10 على حسب الجرافيتي، خليها ب 10. ده سرعته ب 10 خلاص بعد ثانية، وده سرعته بزيرو. حلو. طب بعد ثانية بقى كمان ده هيكون وصل هنا، هتكون سرعته كام؟ هتكون سرعته 10، يعني هنا السرعة بعد ثانية هتكون 10 زي ما دوت من ثانية كان سرعته 10. طب في اللحظة اللي دوت 10 ده هيكون وصل هنا مثلا وسرعته كام؟ بعد ثانية هتكون سرعته 20. يبقى في نفس الزمن في نفس اللحظة السرعات مش متساوية. مين اللي سرعته أكتر؟ ده. وبناء عليه يبقى ده في نفس الفترة الزمنية هيمشي مسافات أكبر. حلو كده، فالجسمين يبعدوا عن بعض أثناء الهبوط. يعني إيه؟ تعالى كده، احنا عارفين ان في اول ثانية اي اوبجكت هيمشي بانيشال فيلوسيتي 0، يبقى هاف جي تي، هاف في 10 في 1 سكوير تطلع 5 متر. الاوبجكت ده ماشي 5 متر في اول ثانية، وخلال ثانيتين هنعوض برضو الانيشال بزيرو، هي دايما هتبقى هاف جي تي سكوير، هاف في 10 في 2 سكوير تطلع 20 متر، يعني في الثانية التانية ماشي 15 متر. حلو كده؟ عشان يبقى ماشي 20 متر في ثانيتين، دي في 1 سكند ودي في 1 سكند. طيب ده نزل 1 سكند، كان ده لسه ايه؟ ما اتحركش. الثانية التانية ده ماشي 15، طب ده هينزل ايه؟ هينزل زي ما الاولاني عمل في اول ثانية،
هينزل 5 متر. يبقى ده بالنسبة له الثانية الأولى، إنما ده بالنسبة له الثانية التانية. الثانية التانية مشى 15 متر، والثانية الأولى مشى 5 متر. من ثانية كان هنا المسافة ما بينهم كانت 5 متر، بعد ثانية كمان المسافة ما بينهم هتبقى 15 متر. إذا المسافات ما بينهم بتزيد. أي نعم، ده في الثانية التانية هيمشي 15، بس ده هيكون مشى أكتر بقى. في الثانية التالتة هيمشي 45 متر. 45 يبقى هيمشي 25 متر. تمام، ماشي. يبقى المسافة هيكون بعد 3 ثواني مشى 45. 45 يبقى في الثانية التالتة لوحدها مشى 25 متر. في اللحظة ديت كان دوت مشى 15 متر. فبص الاقي برضو ان المسافات ما بينهم بدأت تزيد. يبقى they both take different period to reach ground. لا طبعا، لو ده خد 3 ثواني ده هياخد 3. The distance between two balls increase as they go down. ايوه هي دي. Their velocity is different at same altitude. لا، عند نفس الالتيتيود. هنا عند نفس الالتيتيود ده كان ليه ماشوا نفس المسافات فليهم نفس السرعات، وهنا كان ماشي مسافة معينة وهنا ماشي نفس المسافة فنفس السرعات. لا، دول عندهم نفس السرعات. Their acceleration is different. لا طبعا الاتنين بيمشوا بالفري فول acceleration. فده مثال مهم جدا وصعب جدا، ولابد من تحليل الحركة بتاعته. لازم افهم التحليل، اعمل اناليسز للفري فول اكسلريشن بحركاته وامثلته عشان اقدر اتخيل واقدر احل امثله زي ديت. المثال اللي بعد كده object falls freely وفي نفس الانستنت object B thrown downward. تمام، من ارتفاع اعلى. ده 20 متر وده 50 متر. نفس المثال الاولاني اللي بدأنا بيه، والاتنين وصلوا في نفس الانستنت. عايز الفيلوسيتي بتاعته. اولا هحسب التايم لان الاتنين في نفس الانستنت اتحدفوا ووصلوا للارض في نفس الانستنت، يبقى اخدوا نفس التايم. فانا عندي الانيشال هنا بزيرو، وهنا هنزود ان الجرافيتي ب10 متر per second square عشان الارقام اللي عندي ديت معتمد على ان الجرافيتي هنا ب10. يبقى الدي عايزين نحسب التايم. اقدر استخدم هذا القانون ان التايم equal root 2d over g، وهو المعدل من التاني لما الانيشال بزيرو. لما الانيشال بزيرو احنا عرفنا ان الدي هتساوي half gt سكوير عشان في اي تي هيطير. الهاف هيروح هناك يبقى twice، الجي هتروح هناك تبقى divide، التايم سكوير عشان نجيبه التايم يبقى روت الكلام دوت. يبقى اقدر استخدم الكلام دوت. يبقى روت 2 times 20 سوري over 10 تطلع بروت 4 يطلع 2 seconds. جميل. يبقى الاوبجكت ده اخد 2 seconds ويبقى الاوبجكت ده كمان اخد 2 seconds. فاقدر احسب دلوقتي الانيشال بتاعته بكل اريحيه. عندي الدي equal الدي اللي هي 50 equal vi times 2 plus half times g اللي هي 10 times 2 square اللي هي 4 وديت بتساوي 50. يبقى انا عندي ديت 40 الهاف بتاعها ب20، 20 هتروح هناك بنيجاتيف يبقى 30، يبقى 30 equal twice vi. يبقى الانيشال فيلوسيتي هتبقى 15 متر per second، بس هنا لازم الجرافيتي تبقى ب10. الاكزامبل اللي بعده a body is dropped twice from a balloon. عندي بوكس او two similar boxes بقى خلاص، وهيتحدفوا من بالون. مرة كان على مسافة h زي ما هو واضح هنا، ومرة بعد ما البالون ارتفع خلاص على مسافة 4h رمينا نفس الصندوق او الاخوه التوأم بتاعه. فهياخد وقت اكتر طبعا لان ده فري فول وده فري فول. تمام كده. يا ترى التايمينج بتاعهم قد ايه؟ time is 1 in both. لا طبعا. time بتاع التاني ده التاني
ده السكند طبعا وده الفيرست. طب اشمعنى؟ لان هو بيقول كده الفيرست من على اتش والسكند من على 4 اتش. يبقى ده الفيرست. The time of the second is twice. The time of the second is 3. The time of the second is 4. اقدر اجيب التايم ازاي؟ من نفس الايكويشن ديت، طالما الاتنين الانيشال بتاعهم بزيرو يبقى التايم كاريليشن twice d over g. يبقى t1 التايم اللي هياخده الاولاني بيساوي 2d1 على g، والتايم التاني بتساوي روت 2d2 over g. فلما اجيبها ريشيو، لانه عايز مقارنة ما بين تايم بتاع واحد والتايم بتاع التاني، خلاص ماشي، التايم بتاع التاني والاولاني مقارنات، فهجيبها ريشيو. فلما اجيب ريشيو ال2 هتروح والجي هتروح، فيبقى الريليشن تايم 1 to تايم 2 ما هي الا عبارة عن relation between root d1 to d2. تمام كده. طيب d1 كانت بايه؟ ب h، و d2 ب 4h، فال h هتطير مع ال h يبقى quarter، بس ده تحت الروت، فتبقى 1 to 2. يبقى التايم التاني هياخد دبل التايم الاولاني، وبكده يبقى الانسر عندي هتبقى نمبر بي. بكده يبقى اخدنا افكار عالية على الفري فول اكسلريشن، واشوفكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء حبايبي، ودايما متفوقين وبخير وبصحة وسلامة، وراسلوني دايما وابعتولي الاسئلة بتاعتكم، ولو عجبتكم الحلقة ديت اضغط لايك وشير وسبسكرايب. سلام عليكم. بفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشن بتاعتنا اول باول.